اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في حلقه جديده هنتكلم فيها عن موضوع يهم النادي الاهلي. انا طارق العدل ويلا نخش في الموضوع. الموضوع باختصار ان الكل دلوقتي شايف ان في مشكله ما بين النادي الاهلي وجماهيره. في مشكله في اداء الفريق، في مشكله فنيه وفي مشكله من الاداره. هل الاداره هي السبب الاساسي في ان عدم دعم الفريق في الفتره الاخيره وظهور الفريق بالشكل ده؟ هل الجهاز الفني نفس ما بيطلع كده بعد كل ماتش يكون الاهلي مش موفق فيه ونقول ان كولر افلس؟ هل كولر فعليا افلس فنيا؟ دي انا شايفها ان هي حاجه صعبه. ويعني هي كلها هي منظومه واحده. وهل اللعيبه دي فعليا خلاص شبعت وما عادتش عاوزه تحقق حاجه وشايفه ان هي حققت كل حاجه ودلوقتي انتوا ليه بتعترضوا علينا وليه شايفين ان في مشكله وليه 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 وليه؟ والمشاكل اللي حصلت ما بين اللعيبه وبين الجماهير والمشاكل اللي احنا بنشوفها كل يوم والاداء الفني السيء اللي احنا بنشوفه في بعض المباريات واخرها ماتش انبي الاخير اللي احنا فلتنا فيه من هزيمه. تخيل انت بتسيطر على المباراه بشكل كامل وبتخرج المباراه بتعادل سلبي والعناوين بتكون كلها ان الاهلي افلت من هزيمه، لان فعليا هو افلت من هزيمه. كان في ضربه جزاء في الدقيقه 87 ولو كانت جت كانت خلاص خلصت الموضوع والاهلي خسر الثلاث نقط. بس هنا احنا ممكن نركز في الكلام النهارده على فكره اللعيبه. انت مش لازم تكون كابتن في النادي الاهلي عشان تلحق وتلم الدنيا دي كلها وتفوق زمايلك وتعرفهم ان في مشكله حقيقيه ولازم احنا نحلها. مش لازم تكون كابتن، مش لازم تكون الشناوي، مش لازم تكون ربيعه، مش لازم تكون انت عليك الاقدميه في الفريق. في شخصيات كده هو مش كابتن ومش هياخد اقدميه في الفريق لكن هو قائد. شخصيته شخصيه قائد وهنا هنلوم عليهم. نلوم ان اذا كان في مشكله في الاداره فهي الاداره هتحلها دلوقتي وهنشوف في يناير ايه اللي هيحصل وهل هيكون في تدعيمات ولا لا. والفريق عشان قدامه بطولات كتير الفتره الجايه فكان لازم يعني ايه الجماهير تفوق الاداره وتعرفها ان في فعليا نواقص كبيره ومن فتره طويله، مش بس الفتره الاخيره دي، لا من فتره طويله في نواقص في الفريق والفريق محتاج تدعيم. لكن اللي بتكلم عليه على مستوى اللعيبه. مستوى اللعيبه انت بتاكل وتشرب مع زمايلك وبتعيش معاهم كتير وبتتواجدوا في معسكرات كتير مع بعض. لازم يكون في كلام ما بينكم وبين بعض. لو الكباتن مش فايقه، لو احنا يا سيدي شايفين ان الشناوي مش فايق وشايفين ان الشناوي مش بيقوم بدوره ككابتن، في المفروض في بعض اللعيبه هي عندها شخصيه قياديه. وهقول امثله. في واحد زي ياسر ابراهيم، واحد زي عمرو السوليه، واحد زي اكرم توفيق، محمد هاني. مع انه يعني احنا بنعترض على ادائه في فتره ما، لكن محمد هاني برضه من اللعيبه القديمه. وهو يعني يا جماعه محمد هاني هو وشه صغير لكن محمد هاني لاعب كبير وقديم في النادي الاهلي. اللعيبه دي ومعاهم كمان يعني هو صغير حاليا وبنقول عليه خلاص ان هو هيكون الفتره الجايه ان شاء الله في المستقبل هيكون له مستقبل في حراسه النادي الاهلي، مصطفى شوبير. لكن الولد ده فعليا هو شخصيه قائد، شخصيه عنده كاريزما كده وبيعرف يتكلم وبيعرف يكون دبلوماسي. احنا عايزين نعمل بقى ميكس من كل الاسامي دي اللي هو ياسر ابراهيم على عمرو السولية على اكرم توفيق على محمد هاني على حتى قفشه. علاقته حلوه بالجماهير وعلاقته حلوه بزمايله، ده اكيد يعني في انت بتعرف تستشف ده من شكلهم في الملعب، من طريقه هزارهم، من طريقه هزارهم في التدريبات، من الصور تعرف تبين ان في بعض اللعيبه كده هي عندها كاريزما قياديه. احنا عايزين بقى كل الميكس ده يتكلم مع بعضه ومع باقي الفريق ويقولوا ان في مشكله. يا جماعه الاعتراف بالمشكله حلها بدايه الحل. احنا هنعترف ان في مشكله فخلاص نبدا نحلها، نبدا نقعد مع بعض ونقول يا جماعه لا احنا لازم نصالح جماهيرنا، لازم نتواصل اكتر مع جماهيرنا. يا جماعه السوشيال ميديا دي موجوده مش عشان بس نحط عليها صور ونجمع لايكات وخلاص. لا، السوشيال ميديا هي منصه قويه جدا او منصات قويه جدا نقدر منها نحل المشكله عندنا. فيها ايه لو اتفقتوا كلكم كلاعيبه ان احنا نبدا نقوي علاقتنا بالجماهير؟ يا سيدي عملت مباراه وحشه مع انبي والملعب كان وحش وانت ما كنتش في يومك والحاله كانت كلها سيئه، اطلع على السوشيال ميديا قول كلمتين. معلش يا جماعه هنعوض في الماتش الجاي، ان شاء الله اللي جاي احسن. في بعض الكلمات كده هتهدي من حده هجوم الجماهير عليكم ومن من الهوجه اللي موجوده دلوقتي ان النادي الاهلي في مشكله. النادي الاهلي عنده مشكله اداريه والنادي عنده مشكله في اللعيبه وعنده مشكله فنيه وعنده. خليك انت جزء من الحل. خليك انت بشخصيتك القويه بشخصيتك القياديه تحل المشكله دي وتبادر وتقول للجماهير ان الفتره اللي جايه هتكون فتره خير. لان احنا عارفين النادي الاهلي هو متعود على البطولات. يا سيدي لو النهارده خسرت الدوري وخسرت دوري ابطال افريقيا السنه الجايه هتيجي تاخد كل حاجه معروفه ومفهومه واحنا حافظينها، لكن في جزء غيره. ويا جماعه الخير الجمهور ما بيشبعش. يمكن اللعيبه ممكن تشبع
ممكن في فتره من الفترات خلاص اللاعب انا حققت كام دوري ابطال، 4 بطولات و5 بطولات، وخدت الدوري ما اعرفش كام مره، وخدت بطوله ايه وايه وشاركت وعملت. بيجي في فتره ما خلاص انا زهقت، يعني عندي تشبع خلاص ما عدتش عاوز. لكن الجماهير ما عندهاش، هتاخد لي دوري الابطال هقول لك فين الدوري، هتاخد الدوري هقول لك فين كاس مصر، هتاخد كاس مصر هقول لك فين، انا عايز تشرفني في كاس عالم الانديه. يا سيدي احنا كنا غيرانين من يومين ثلاثه ان انت مش رايح تقابل ريال مدريد في النهائي كونتيننتال. الجماهير ما عندهاش الشبع، الجماهير ما بتشبعش. انت ممكن تشبع كلاعب، اوكي دي حاجه تانية، دي بقى وقتها ان احنا نشوف ايه اللي هيحصل. لكن الجماهير ما بتشبعش. محدش طلب ان انتوا تستحملوا اهانه، محدش طلب انكم تستحملوا اهانه لاهاليكم او في بيوتكم او لا طبعا الاهانه مرفوضه، بس يعني تقبلوا النقد يا جماعه. ومحدش يروح لي في اتجاه ان لعيبه بتمر بضغوط كانت اللعيبه اللي قبلها ما فيش سوشيال ميديا. طب ما هو اللعيبه اللي هو الجيل اللي انت هتقول لي ما كانش فيه سوشيال ميديا، الجيل اللي قبله ما كانش فيه اصلا جرايد ولا اعلام ولا برامج ولا اي حاجه. السبعينات هي كان جرايد بس، يعني اللاعب كان بيعرف انتقاده لما يفتح الجورنال ويقرا يشوف نفسه من ايه ده في انتقاد، الناقد الفلاني بينتقدني. وطبعا كان برضه بيقول ان ده مدفوع له ده معمول له ده، برضه هي كانت نفسها بس مع اختلاف الازمنه يعني. فهي فكره لا ان السوشيال ميديا انت ممكن تستغلها لصالحك يعني بطريقه روعه. ممكن تستغل السوشيال ميديا في ان هي تبعد عن نفسك الانتقادات، تخفف الانتقادات. فكره عدم وجود الجماهير بحجمها الطبيعي في المدرجات ده شويه برضو بالنسبه لكم حاجه ايجابيه. فهنرجع للفكره الاساسيه من الفيديو ده، ان يا جماعه الخير نفس ما قلنا في لعيبه عندها شخصيه قياديه ولازم يتقالوا بالاسم. ياسر ابراهيم، عمرو السولية، قفشه، محمد هاني، يعني مش عايز انسى حد. هي في لعيبه شكلها في شكل، في ليها كاريزما. يعني يا ريت اللعيبه دي يكون ليها دور يا جماعه، لموا الفريق لموا الدنيا يعني. هي بس مش مجرد ان يا جماعه، ما هي الكوره مش مجرد 90 دقيقه وخلاص انت بتسلم عليا وتروح. لا، علاقه الجماهير بكل في العالم كله، علاقه الجماهير بانديتها هي علاقه مستمره طول اليوم. هتلاقيني بتابعك انت بتعمل ايه وبتشرب وبتاكل ايه وبتعمل ومش عارف ايه، انا بفضل زعلان، انت ممكن تقول يا جماعه ده شغلي انا خلاص بخلص والسلام عليكم وبمشي وبروح بيتي واشوف انا هاكل ايه وهخرج ايه وهروح فين وهعمل ايه. لكن لا، الجماهير واللي انا واحد منهم هي علاقه عاطفيه. انا برتبط بالنادي، لو انت زعلتني انا بروح تاني يوم، لو انت خسرت بطولة انا بروح تاني يوم الشغلي وانا متضايق، انا زعلان الفريق اللي انا غيران عليه خسران. انت يعني فكرة بقى ان انت تاخد الموضوع كشغل لا ده صعب. واعتقد مفيش ولا لاعب او يعني مش عايز اجمع بس اظن ان مفيش ولا لاعب من النادي الاهلي بيعتبر نفسه ان هو في شغل. انا هروح التمرين هباصي باصتين اعمل مش عارف ايه استرتشات وهوب هوب واروح، ولو عندي مباراة بروح العبها 90 دقيقة بخلص اغير هدومي واروح بيتي. لا 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 لا، اعتقد الوضع مختلف في النادي الاهلي. الوضع موجود، انت لاعب مشهور نجم بتاخد فلوس كتير من النادي الاهلي، بتستفيد من شعبيته، بتستفيد من القاعده الجماهيريه الكبيره اللي موجوده فيه، بتحقق مكاسب شخصيه ليك. وفي نفس الوقت لازم تكون عارف ان ده مش شغل. النادي الاهلي انك تكون لاعب فيه حاجه صعبه جدا، لانك مضغوط دايما من الجماهير، مضغوط انك تحقق بطولات على طول موجوده على طول. ده الجزء الاول اللي موجود، ان احنا بنقول ان في لازم يكون في شخصيه قياديه، مش لازم تكون كابتن عشان تحل مشكله في النادي الاهلي. الحاجه التانية برضو على مستوى مجلس الاداره، يا جماعه ما هو رئيس مجلس اداره ونائب وفي كمان امين صندوق وتحت في اعضاء. هو الاعضاء هي صوره؟ يعني احنا بنعمل حاطين صور بس مجرد ان هم موجودين اعضاء؟ لا، الاعضاء له صوت. يا سيدي لو شايف غلط ابوس ايدك اتكلم، قول يا كابتن الخطيب، يا كابتن مرتجي، يا كابتن يا كابتن في اخطاء هنا. الجماهير معاها حق. مفيش تدعيم، احنا مشينا لعيبه كتير وخسرنا لعيبه كتير بسبب اصابات منها معلول وكريم فؤاد، وما عملناش تعويضات، ما جبناش، مفيش اي تدعيم، مفيش اي حاجه. انت محتاج انك يكون على الدكه بتاعتك لعيبه جاهزه تنزل تغير لك المباراه في وقت من نجومك، في وقت يكون نجومك خلاص الفورمه بتاعتهم مش جايه. خلاص يا عمي هو مش في يومي، اعمل ايه؟ كلنا بيحصل لنا كده، ولاعيبه الكوره بيحصل معاها كده في كل حته. بيكون بقى في لاعب على الدكه جعان كوره ينزل يلعب. لكن يا جماعه الخير في المباريات الاخيره، وخلينا من مباراه انبي، الدكه فقيره، الدكه فقيره، انت ما عندكش حد وبتموت ناس وبتضحي بيها. الولد اللي نزل، سمير اللي نزل ده المهاجم ده، انت بتضحي بيه في مباراه معقربه زي دي وتنزله. بتضحي بالساعي، الساعي نزل يا خلاص انت بنزله في اخر 10 دقايق ربع ساعه، هو يعمل ايه؟ هو مش ساحر يعني.
انت مش جايب الاسطوره اللي هينزل الملعب هيولع وهيعمل، مش ابو تريكه قاعد على الدكه هينزل يقلب لك الماتش. في هي انت لازم الاعضاء برضو دي ممكن تدمجها. يعني هو مش لازم تكون رئيس النادي ومش لازم تكون مش عارف ايه، انت عضو في مجلس الاداره يا سيدي اتكلم، قول يا كابتن يا فلان انا مقترح ان احنا لازم ندعم الفريق في يناير، احنا خسرنا كتير بسبب ده، احنا السنه دي عندنا بطولات كتير عالميه، بطولات كتير لازم هتنافس فيها، هتروح بكميه اللعيبه دي. بنشوف دلوقتي ما بقولكش من كواليتي، بقول لك بكميه، العدد هتروح بالعدد ده، انت اصلا في لعيبه ممكن تتصاب دلوقتي منك بسبب الاجهاد. فانت محتاج تدعم، انت محتاج تخلي في عدد كبير من اللعيبه عندك وجاهزين للبطولات اللي جايه واللي هي اهمها كاس العالم للانديه. انت محتاج اللعيبه تكون معاك من يناير عشان تفضل تلعب معاك فتره عشان تندمج مع الفريق، ما تجيش تلعب معاك ويعني وبلاش الصفقات المستفزه زي صفقات حمدي فتحي دي، ان هي مستفزه وملهاش اي معنى وملهاش اي قيمه، مع يعني مع الاحترام الكامل حمدي فتحي، بس هو يلعب على مين؟ حمدي فتحي بمستواه في الواقع ده لا يلعب على اكرم ولا يلعب على امام عاشور ايه، ولا يلعب يعني لا يلعب على اي حد في نص الملعب، الواحد ذهنه مش حاضر دلوقتي، ما يلعبش على اي حد، مروان عطيه ولا يلعب على اكرم توفيق ولا على مروان عطيه. فانت هي الفكره كلها، انت جايب حمدي فتحي عشان ايه؟ ايه الفكره؟ هيجي يلعب معاك 3 ماتشات؟ يعني انت يا سيدي صعدت هتلعب 4 ماتشات، انت جايبه يلعب معاك ايه العدد الماتشات؟ يعني مش فاهم ايه فكرته. بغض النظر عن حمدي فتحي، بس احنا بنتكلم عن صفقات قويه على المدى البعيد، انا عايز صفقه من يناير تستمر معايا الموسم ده والموسم اللي بعده والموسم اللي بعده والموسم اللي بعده. انا محتاج لعيبه، محتاج صفقات، محتاج ناس تكمل معايا، محتاج ناس تلعب بقلب، محتاج اللعيبه الاساسيه تكون عارفه ان ليها بديل، فهيخاف على مكانه فيلعب احسن فيدي احسن. كل ده هيعود في الاخر على الفريق وعلى النادي الاهلي وعلى شكله وعلى ادائه. هي دي ده الملخص اللي لازم نقوله ولازم نعترف بيه. اي حاجه بقى غير الكلام ده انت هتفضل في المستمر بقى، هتيجي في يناير تقول مفيش لعيبه، الانديه مش عايزه تسيب لاعيبتها عشان احنا في نص الموسم فهنستنى في في الشتاء نروح نجيب، ده كلام عبث وكلام انت يعني ايه مستهلك، وبقالنا فيه كذا سنه عمالين بنقوله، وهتروح وتخسر بطولات ونرجع تاني الجمهور يغضب والجمهور ينتقد وترجع اللعيبه تتقمص والاداره مش عارف ايه. فيلم هندي. ملخص الموضوع هو المشكله لازم حلها من ناس موجوده في قلبها، الناس اللي في قلب المشكله تحلها. عندك شخصيات، عندك كباتن تنحيهم، عندك انا عايز شخصيات قياديه مع اللعيبه هي اللي تتكلم مع بعضها وتحل المشكله وتبدا تتكلم مع بعضها، ان ما ينفعش اصلا ان انا اروح اقول ان اللعيبه اللي نزلت امبارح في ماتش انبي دي مستواها اقل من لعيبه انبي، مع الاحترام لكل لعيبه انبي يعني. انت اللعيبه دي تنزل، المفروض انت تنزل تكسب، اللي موجود ال11 بالدكه هو اعلى مستوى من لعيبه انبي، انزلوا اكسبوا الماتش من الاخر. انت مش هقولك صفقات عشان تكسب انبي، خد بالك بس عشان الموضوع، انا مش عايز صفقات عشان اكسب انبي، اللي في الملعب دول ياكلوا انبي، بس في مشكله بقى، في مشكله بدنيه، مشكله فنيه، اللعيبه مش مركزه، دي قصه تانية. بس اللعيبه اللي موجوده دي ما تقنعنيش ان مهاجم انبي مهاراته يعني يعرف يرقص رامي ربيعه ياسر ابراهيم، ده كلام عبث، ده عبث. اللي موجودين في الملعب لعبوا امبارح هم اتقل من لعيبه انبي وهم يكسبوا انبي. المشكله بقى اللي حصلت نشوفها بقى مشكله بدني فني قصه تانية. احنا عايزين صفقات للي جاي للمستوى الاعلى، افريقيا والكاس العالم للانديه، في قصص جايه، في بطولات كتير جايه انت عايز تنافس عليها. فملخص الموضوع لازم المشكله تتحل من الناس اللي جوه المشكله، ده اسلم حل وده اللي هيطلعنا بره المطب ده. الاداره لازم تدعم الفريق، كولر لازم يعيد حساباته مره تانية في مواضيع كتير هيبقى نتكلم عليها بعدين، منها موضوع ان الشناوي ما بيقعدش مصطفى شوبير والتشكيل وي كانت امام وينج والكلام الغريب ده. الملخص اللي يحل المشكله هو اللي عايش في قلبها، وانتهى الموضوع. شكرا ليكم.